هلو ماي ليديز. اليوم ان شاء الله راح نشارككم اسهل وصفة اقتصادية بمناسبة عيد الاضحى فقط بمكونين. let's go. جبت الميزان باش نبدا نوزن. حنحتاجه في الوصفة فقط السكر والبياض البيض وفقط، هذا ما حنحتاجه. تبدو الفيديو، سمعوا الى غناية. بالنسبة للبياض البيض راح نحتاجه 160 جرام، وبالنسبة للسكر حنحتاجه 320 جرام. اول شي راح نجيبو الصفار تاع البيض ونزيدو معاه السكر هكا، ورنتوما تكونوا من قبل غليتوا الماء في الكاسرونة، لازم يولي يغلي. ومن بعد واش راح ديروا؟ راح تجيبوا هذيك الكاسرونة تاعكم وتحطوا هاد البول اللي راكم دايرين فيه الخليط بحيث الماء ما يلامسش البول. اوكي فهمتوني دوكا؟ هذا هو الشكل اللي حتتحصلي عليه، بصح لازم البول هذا ما يلامسش الماء. وتبداي تخلطي فوق هذاك الماء اللي راهو كان سخون، ولازم يدوب السكر كامل. شوفوا كيف الماء راه يغلي، فهمتوني؟ لازم السكر يدوب نهائيا، ما عندناش كامل سكر. لازم كي تلمسوا الخليط لازم يكون ما فيش سكر، ما فيش هذاك التبساس. تحركوا. انا الصراحه شوفوا حتى تحصلي على هذا، قلت لكم انا الصراحه جاتني نقدروا نقولوا 10 دقائق وانا نخلط حتى دبلي نهائيا. ومن بعد تجيبي الباتر وتحمي الماء في نفس الطاوة وفي نفس البول تاعك، ديري الباتر كانه راح تشوفي بلي الكريمه حتبدا تطلع، غير تشوفي بلي كلي راح تتشكل كريمه ديريكتومون حتحبسي الباتر، وتبداي تحركي حتى يديك يحماو، وتديريها نص معلقه تاع نشاء وفانيليا. وباش نعرفوا بلي الوصفه راهي ناجحه لازم كي تطلعي هكا الباتر لازم تحصلوا على منقار العصفور، ولازم ما يهبطش الخليط. دوك نفهمكم كيفاه. مثال هكا كلي ما يسيلش، يقعد واقف شاد روحو كيما هكا. فهمتوش قصدي ولا ما فهمتوش؟ لازم هذا هي سر نجاح الوصفه. الا ما درتيش هاد لي زيتاب اللي قلت لك عليهم ما راحش تنجح. هاد الوصفه يقولوا لها لا مورينغ. ما قلت لكمش في بدايه الفيديو؟ هذه هي. شوفوا لازم هكا تحصلوا، لازم من الخليط يكون شاد روحو، وهذيك منقار العصفور لازم تتحصلي عليه هكا. من بعد حتجيبي سنيوه وتكوني شعلتي الفرن تاعك على 180 درجه. ودوكا راح نجيبو لابوش وديروا الاشكال اللي راكم حابينهم. اي شكل كان في راسك ديري عادي، ماهوش مهم انه زعما، فهمتيني؟ اي شكل كان عجبك. اي ثينك هذه تشهولها كنا نشريوها كي كنا صغار وناكلوها، تهبل وبنينه بزاف. كنا نشوفها ب500 شو لا 100 دورو. المهم وكي تجوا طيبوهم البنات تحطوا الفرن تاعكم على ادنى درجة. اوكي، وتخلوه لمدة 15 دقيقة، ديروها في حساباتكم. وهكا نكون تحصلنا على لا مارينغ. فوالا جاو يهبلوا فيهم اللي ما شاء الله. تحطوهم في طابلة عيد الاضحى خفاف ظراف بنان، وما يكلفوش بزوج مكونات. وانت راكي درتي اسهل قاطو او حلوى. باي.